انا غالبا مش بحب اعمل فيديوهات بالليل، رغم ان انا في ماليزيا والجو ضلمه والناس كلها بتحب تنام بالليل، بس كان لازم اقول الموضوع ده. النهارده كلمني عبد الرحمن رجب، وهو اللي قال لي احكي القصه زي ما هي يا دكتور رامي، وانا مش مصدق نفسي اني بكلمك. وكلمني من السعوديه حوالي يمكن تقريبا 40 دقيقه، والقصه عجيبه. لانه الشاب ده كان بيعمل حاجه غلط، بيدعي غلط مع ربنا بطريقه لما غيرها حياته كلها اتقلبت. لدرجه قلت لو عاوز عروسه وشقه وعربيه وفيلا ووظيفه وكل حاجه تصلح في حياتك، اعمل زي عبد الرحمن، اعمل زيه، عشان هو بجد فرق قوي معايا انا شخصيا. بفكر ازاي؟ الاول الشاب الطيب الجميل ده كان بيحب يدعي ربنا بطريقه، قال لي بعد كده انه فهم انها فيها تعدي في الدعاء. يا رب اديني عربيه، يا رب اديني شقه، يا رب اديني عروسه، يا رب اديني وظيفه، يا رب اديني، يا رب اديني. فاكر ان السعاده في الاشياء، وكأن ربنا عايز يقول له يا عبدي لو انت انشغلت بالاشياء اللي خلقتها لك عني، هخلي الاشياء دي هي نفسها تعذبك. وفعلا ربنا اداله زوجه وكانت كويسه معاه، وبدأ فعلا يهتم بيها اكتر. ربنا اراد وخلفت توأم، وبدأ فعلا يهتم بيهم اكتر، نسي كل حاجه. الوظيفه كان شغال، هو شهاده بسيطه فكان شغال عامل دليفري، بدأ يهتم بشغله اكتر. كل حياته بقت دنيا، لدرجه انه جه في وقت من كتر ما انشغل ولاد، وما شاء الله خد شقه بس يا دوبك على قدها كده، وفرشها على قده كده. المهم بقى عنده الحاجات اللي هو عايزها، انشغل بيها يا عيني الغلبان المسكين، زي ما انا ساعات بنشغل كتير. هو انا ليه شقتي اتاخدت في مصر؟ عشان في يوم من الايام كنت بحبها. وفي حاجات تانية اتاخدت مني بس ما رضيتش اقولها. لما تنشغل بحاجة عن ربك، ربنا يغار على قلبك فياخد منك اللي انت شاغل قلبك بيه عنه. لان ربنا خلق كل حاجة من اجلك، وخلقك هو سبحانه وتعالى من اجل الله. يا ابن ادم خلقت الاشياء كلها من اجلك، وخلقتك من اجلي، فسر في طاعتي يطعك كل شيء. فانشغل بزوجته، وانشغل بولاده، وانشغل بالموتوسيكل والدليفري والوظيفة. ما بقاش بقى يصلي، بعد بقى شوية عن ربنا، ما بقاش حتى يدعي. ربك بيحبه، وهو اللي قال لي قول كده يا دكتور رامي. ربنا خلى كل الحاجات اللي هو بيحبها دي يتعذب بسببها. مراته قلبت عليه كده فجأة، حصل مشكلة خلاف، أبوها قال لها ده أنا هجوزك سيد سيده. راحوا البيت جابوا 20 نفر، لموا العفش كله وخدوه. راح الشغل، روح من الشغل ما لقاش قشاية في البيت. عنده عيال، خدت العيال فجأة غضبت، هوب رفعت عليه قضية بالقايمة، تبديد قايمة، جاله حبس 2 سنين. هوب وهو راجع مكتئب ما بيشوفش عياله، خبط بالموتوسيكل كسر المكنة وعمل حادثة واتكسح. هوب كل حاجة اتدمرت في حياته، لا شغل ولا وظيفة ولا شقة. قال لي حتى اتعمل بعد كده تمكين من الشقة، ما بقاش لاقي ياكل، مش معاه 50 جنيه ياكل، مش معاه فلوس، قاعد هو وامه لعيال وبيعيط انه مش شايف عياله. زوجته سابت البيت ما يعرفش كده ايه اللي حصل، بيته ما بقاش فيه بيت، عفش ما بقاش فيه عفش، وظيفة، صحة راحت، الموتوسيكل راح، الشغل، الدليفري، الفلوس، كله راح. قال لي ساعتها كنت قاعد بس بيني وبينك اني اشوف حلقاتك كده استفيد. قلت له هتستفيد مني ايه؟ ده الدنيا خربانه معاك. قال لي استفيد ادعي ازاي ربنا، لاني كنت بدعي له غلط زي ما انا ساعات بدعي له غلط. يا رب سد ديوني، يا رب اديني فلوس، ما يمكن الفلوس يا رب اديني بيت بدل البيت اللي راح، طب ما يمكن البيت ده، يا رب اديني زوجه، طب ما يمكن الزوجه دي في الوقت ده، يا رب، يا رب اديني اللي يرضيك. قال لي اتكلمت مع ربنا زي ما انت بتعمل، وفكرني اقول كده لنفسي، وعشان كده انا بفكركم دلوقتي. قال له يا رب اديني اللي يرضيك فيما يرضيك. عايز تديني زوجه ماشي، عايز تديني رزق دلوقتي، عايز تديني وظيفه، عايز تديني عربيه، عايز تديني شقه، عايز تديني فلوس، اللي انت شايفه يا رب خير ليا انا راضي، ومن جواه راضي، مش بيقول كده وخلاص. وفي نفس الوقت بيقول له يا رب انا راضي ومش هدعيك بحاجه، علمك بحالي يغنيك عن سؤالي، يا رب بس يسر لي السكه اللي تقربني ليك. وبدأ يقرب لربنا بشكل من كتر مكالمته. انا عاده ما بكلمش حد اكتر من فويس نوت دقيقه دقيقتين، حتى كتير ابعت فويسات لحد يقول لي لا ده مش صوتك، انت حد تاني غير الدكتور رامي. طب اعمل ايه طيب؟ المره دي لقيت نفسي بتكلم معاه 40 دقيقه. فبقول له ايه اللي حصل لما دعيت ربنا كده؟ قال لي اولا عرفت ان كل الابتلاء ده قربني لربنا، لاني بقيت اصلي واعيط، اصلي واعيط، اصلي وقاعد في الجامع، وبقيت اصاحب ناس في الجامع، وصاحبت شيخ الجامع وامام الجامع، وقاعد بصلي واعيط وادعي ربنا. ويا دوبك بقى مش عارف هاكل الصبح ازاي، بس قايل له يا رب اللي انت رايده واللي انت شايفه، واتكلم معاه كده. خدت ابني ماشي هتجيب لي ابن غيره، خدت زوجه هتجيب لي زوجه غيرها، خدت بيتي هتجيب لي بيت غيره، خدت رزق هتجيب لي رزق غيره، خدت وظيفه هتفتح لي باب اكل عيش غيرها. يا رب انا راضي باللي انت اديتهوني ومسلم،
واللي انت شايفه يا رب. وقعد يصلي على النبي كتير، قال لي كده، واستغفر ربنا كتير، استغفر الله واتوب اليه، قال لي في اليوم 10 20 الف مره، والصلاه على النبي في اليوم 1000 2000 مره. ما وراهوش حاجه بقى، عيان ومش قادر ينزل يشتغل وعاطل ومفيش بيت وعياله بعدوا عنه ومراته ماشيه وعليه حكم 2 تبديد قايمه وهربان خربانه خربانه. كل حاجه اتصلحت. اسمع بقى الجزء ده في الفيديو وبعد كده احذف بقيه الفيديوهات تاني، خلاص مش عايز اتكلم. انا بقيت مستغرب ازاي كل حاجه اتصلحت في حياته. قال لي وانا قاعد لقيت واحد قريبي كده، ابن عمي، بيحب الفلوس قوي وشغال في السعوديه. قال له بقول لك ايه، في واحد صاحبي عنده مؤسسه في السعوديه طالبين منه عشان خاطر يخلص يجيب عماله معينه من دوله تانية، فطلب مني ان هو عايز عماله من مصر، فبيني وبينك مفيش كل يوم تيجي على بالي، زهقت، فتعالى. بس طبعا في فلوس للفيزا، مش عارف 6000 ريال ولا حاجه. قال له انا ما معيش 50 جنيه. قال له طب خلاص انا هجيبها لك، عشان هو مزنوق عشان خاطر يخلص ورق المؤسسه، وانت بقى ادفعها لي 500 في 500 لما يبقى يجي لك رزق. قال لي بقيت مستغرب اصلا انه هيديني فلوس، مع ان ليا اخ في السعوديه بس الاقامه بتاعته منتهيه ومعمول له مش عارف انقطاع ومش لاقي ياكل ومش لاقي شغل وخربان. فجاه لقيت اخويا ده بيقول لي انا جات لي شغلانه كده صغيره كسبت منها 2000 ريال، كده كده خربانه معايا، خد ال 2000 اديهم لابن عمك يجيب لنا الاقامه. قال له طب معايا 2000. قال له زي بعض، الاقامه هتبقى عندك بكره والباقي ابعته. قال لي مع انه يعني بالنسبه له الفلوس مهمه بس ما اعرفش عمل كده ازاي. لقيت نفسي الاقامه جت وانا ولا اعرف اقامه، ولا عمري سافرت اسكندريه حتى، ولا اعرف في الطيران. قاعد بعد صلاه الفجر مع الشباب اللي جيراني واصحابي، اللي بقينا بقى اصحاب جامع بدل ما كنا اصحاب قهوه. ما انا عرفت بقى سكه ربنا ان انا خليني معاه، ومع الاستغفار والصلاه على النبي ربنا هيفتح. فلقيت زميلي بيقول له انا معايا فيزه مشتريات كده مدينهاني في الشغل، ما معرفش بتستخدم ازاي ولا عارف اسحبها فلوس ولا عمري بشتري حاجه بالفيزا. قال له ما تيجي نجرب نحجز بيها طياره. فدخلوا على موقع بيقول لي اسمه ويجو ولا مش عارف ايه، سكاي سكانر ولا ايه، بيقول له تعالى اما نجرب نحجز طياره. فحجزت الطياره على يوم الجمعه الجايه. وقال لي انا يوم الجمعه ده بالنسبه لي، انت كنت بتقول ننزل نصلي بدري، كنت بنزل اصلي من قبلها بساعتين 3 واروح واحط ريحه واغتسل، بعتبره كانه فرحي. شفت لما تقرب لربنا وتعمل اعمال صالحه ربنا يعوضك ازاي. قال لي عشان الحديث اللي انت قلته، من اغتسل يوم الجمعه، اللي يغتسل يوم الجمعه وغسل وبكر وابتكر، يعني راح بدري، ومشى ولم يركب، يعني مشي للمسجد، ما راحش بعجله ولا بعربيه ولا بميكروباص، يعني يروح مسجد بعيد، ودنا من الامام واستمع، راح بدري وقعد قريب، ولم يلغو، وما عملش دوشه، كانت له بكل خطوه رايحه للمسجد اجر سنه 12 شهر صيامها وقيامها، كانه بيصوم النهار ويقيم الليل لمده سنه بكل خطوه. تخيل بقى لو مشي 200 300 خطوه، 200 سنه صيام وقيام. ده اعلى حديث في فضائل الاعمال. فقال لي انبسطت جدا، والرحله كانت بعد صلاه الجمعه. رحت صلاه الجمعه، خلصت، طلعت، الواد وداني بالعربيه المطار، وانا والله ما معيش ولا ريال في جيبي ولا جنيه في جيبي، مش عارف هطلع ازاي من جده دي، هعمل ايه. رحت جده، لقيت ابن عمي واخويا مستنيني، قعدت معاهم في السكن 2 و3. بعد كده قالوا لي تعالى لو عايز تروح، رايح حد زميلنا رايح بالعربيه مكه، تعالى. قال لي دخلت مزبهل كده، والعساكر حتى السعوديين هم لما بيلاقوا حد مزبهل كده بيتصاحبوا عليه. قال لي بقى ده يتصاحب عليه وده يتصاحب عليه وده يهزر معاه وده يقول له مش عارف ايه وده يتكلم معاه. وقال لي اول مره اطوف حوالين الكعبه بقيت مش مصدق وعيط، كعبه وعمره ايه الكرم اللي فجاه ده. وبعدين قال لي عملت عمره تانية ودعيت ربنا وصليت في حجر اسماعيل وبوست الحجر الاسود وحطيت قورتي على باب الكعبه، وفاكر ان انا 5 دقايق، اتاريني بقالي ساعه، وقعدت اعيط وادعي واقول يا رب خلي الدنيا في ايدي، ما تخليهاش في قلبي، مش عايزها ترجع في قلبي تاني. حسيت كأن حاجه كده ربنا قذفها في ايدي، وانا لسه ما اعرفش حاجه ولا في شغل ولا حاجه، ده انا جاي كده فيزا حره لسه هدور، ما اعرفش اي حاجه. بعدها رحت وانا مرتاح وعارف ان ما دام مشيت في سكه ارضاء الله انا كده مرتاح، بغض النظر انا جالي دنيا ولا ما جاليش دنيا، بس جالي علاقه مع الله. قال لي بعدها لقيتها 2 3 بيقولوا لي في شغلانه كده، راح عمل شغلانه ب 500 ريال. قال لي اشتقت اروح المدينه، رحت راكب مواصلات ب 120 ريال، رحت المدينه ولا مش عارف بكام، قعدت في المسجد النبوي وما معيش فلوس، الفلوس اللي معايا خلصت، فبقيت استنى لما حد يجيب وجبه، بيعملوا افطار بيعملوا سحور، طبعا المسجد النبوي كله خير طول السنه مش بس في رمضان. قال لي بقيت اكل وانبسط ومفيش فندق، كنت بنام في المسجد النبوي شويه واصحى بعد الظهر شويه، انام بعد المغرب شويه، اصحى بعد العصر شويه، اكل شويه، امشي شويه. قعدت اسبوع في المسجد النبوي زي ما انت بتقول يا دكتور رامي، اصلي على النبي واستغفر وادعي ربنا واقول اللي انت شايفه يا رب. قال لي كان بقالي 2 سنين في مصر بدور في موقع كده مش عارف اسمه مورجان باين ولا إيه. قال لي بقالي 2 سنين. فكان هو بيشتغل دليفري
في مطعم يقدم طلبات ويتر مش عارف ايه على قده يعني، وخريج معهد وشاب مكافح ربنا يحفظه. قال لي طبعا سبت اي حاجه حرام وسبت الدعاء الغلط، وعيالي عايز اشوفهم مش عارف، ومراتي رافعه عليا قضيه، ومفيش بيت والدنيا بس مرتاح. لو تعرفوا اللذه اللي انا حاسسها ما تسيبوش العباده والصلاه، مش اللي هيجي بعد كده. اتفرج بقى ربنا اداله دنيا واخره. من اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. لكن من كان يريد العاجله، عايز دنيا بس، عجلنا له فيها، ومش كل اللي عايزها، ما نشاء لمن نريد. وبعدين تبقى مشكله لو هو دنيا بس. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. اوبا. ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. والاثنين هياكلوا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. لكن الفرق بينهم انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. بتاع الاخره كفايه الراحه اللي هو حاسسها، وفي الاخره بقى وللاخره اكبر درجات واكبر تفضيلا. واوعى تكلم حد مع ربنا وتقول له محتاج حاجه. وانا اسف في يوم من الايام ان قلت حد والنبي يساعدني في تذكره الطياره ورحله الدعوه. انا عارف ان ربنا وحده اللي يعرف يخلص كل حاجه من غير ما اسال حد في العباد. والمكالمه دي زودت يقيني اكتر، وعشان كده وانا سخن كده بالليل ما استنيتش لبكره قلت اعمل الحلقه دي. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر، ولا تدعي حد وتفتكره هينفع فتقعد مذموما مخذولا. وخلي بالك من أهلك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. انا شفت الفيديو بتاع الراجل الدكتور الاستشاري اللي منتشر دلوقتي، اللي عنده 69 سنه وعنده 3 ولاد، وجاب ابنه ودخله جامعه خاصه وعلمه وجاب له الشقه والعفش وجوزه، والواد بقى له 16 سنه ما بيشتغلش، عواطلي بيصرف عليه، وحول له فلوس هو واخواته بقى يشتري شقق ويشتري اراضي ويشتري كله باسم الواد. ولما جه قال له انا تعبت يا ابني وطلعت على المعاش عايز انزل، قال له انت لو نزلت هسجنك، كل حاجه باسم، انت مالكش حتى بيت تبات فيه، غرفه داهيه مش عايزينك. وكان عامل فيديو يعني بيعيط، انا افتكرته ذكاء صناعي. ادي الفلوس عملت له ايه؟ قربك لربنا هو الحل مش الفلوس، اقسم بالله. قال لي بعدها الموقع ده بدور فلقيت مش عارف ناس فاتحين شركه، يعني فاتحين سلسله مطاعم وعاوزين واحد يشتغل، فلقى مقدم 1900 حاجه و50 واحد. لقوهم بيتصلوا عليه ممكن تيجي تقابلنا في الرياض. راح رايح الرياض، يا دوبك ما معهوش فلوس، استلف فلوس بعد كده يروح الرياض، وراح عملهم مقابله. قالوا له بقى ده احنا مرتاحين لك قوي، شوفوا القيت عليك محبه مني. سيدنا موسى كان اسمر وكان شعره مجعد، بس ربنا القى عليه المحبه مني، مش منه هو، من الله. فربنا خلاهم يحبوه كده لله في لله. حتى في دعاء لما ادخل على حد يا ربنا يجعله يحبني، اقول فلما راينه اكبرنه وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم، زي دعاء سيدنا يوسف كده، فيحبوه. ولما اكون داخل على حد وخايف، مثلا تفتيش مطار، وانا بعدي من تايلاند لماليزيا والباسبور اصلا خلصان ومستحيل اعدي، وسالت تشات جي بي تي نفسه قال لي لا، وجوجل قال لي لا، والسفاره قالت لا، وزمايلي رايحين جايين قالوا لهم لا، قلت الدعاء ده بسم الله شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمه. تنفس كده 3 مرات بدون ريق وانت قدام الراجل بتاع الجوازات. والله قلت الدعاء ده ما خدش 30 ثانيه، لقيته ختم لزميلي شهر، زميلي اللي معاه باسبور 7 سنين، وختم لي انا اللي فاضل في باسبوري 3 شهور او 4 شهور، ختم لي 90 يوم، ختم لي 3 شهور. الناس بيقولوا لي طب ازاي هو شهر وانت 90 يوم؟ طب تعالى نرجع نساله، ده انت باسبورك خلص فاضل فيه 4 شهور، المفروض يبقى 6 شهور على الاقل، وانا باسبوري فيه 7 سنين. والتاني يقول لي باسبوري فيه سنه، رجعني، بيقول لي جدده. انت عملت ايه؟ ممكن تقول لنا الدعاء وتدينا اجازه نسلم عليك نقراه؟ وقعدوا يحفظوه الماليزيين اللي معايا. هو مش من الدعاء، هو من صاحب الدعاء اللي ربنا جعل الاجابه في الدعاء بفضل يقينك على رب الاسباب. خليها في قلبك كده. قال لي بعدها رحت اشتغلت. بعد ما اشتغلت في المطعم 2-3 يوم ربنا اراد، كان في مدير هناك، المدير قال له والله انا جالي شغل افضل عايز امشي. راح قالوا له بس انت تمسك مدير. قال لهم مدير ايه؟ انا اخر اوصل طلبات اقدم اكل. قالوا له لا انت مدير المطعم. قال لهم مدير المطعم بس انا ما. قال لي بقيت ادعي ربنا يا رب علمني. بقى يدخل على الشيفات يقول لهم انا عايز الستيك ده يبقى مش عارف مفرود، وده ويل دان، وده لا يبقى نص نص كده ميديم. قالوا ايه ده باين عليه خبره سنين،
ده باين عليه فنادق بقى فور سيزون وانتر كونتيننتال وسيتي ستارز، ده حاجه بقى رهيبه. وهو بيقول لي ولا عارف حاجه، بقيت افهم. قلت له الشغل صعب؟ قال لي انا بكلمك دلوقتي وانا في الشغل. قلت له وظيفتك ايه؟ قال لي بغير بدل بس واشوف اخلي الويتر ينزل الاكل وده يعمل الاكل. قلت له بيدوك مرتب كويس؟ قال لي 10 اضعاف اللي كنت باخده في مصر. قلت له مدينك سكن؟ قال لي مديني شقه 200 متر بتكييفاتها. انا بيتي اللي اتاخد ما كانش فيه تكييفات وصالون، المصريين كلهم هنا عايشين 10 في اوضه وانا قاعد في شقه 200 متر لوحدي جنب برج العاصمه اللي في الرياض. يعني لو اقل ايجار ليها 30,000 ريال، واخدها لوحدي، وعربيه تحت امري، وبدل تحت امري، ووظيفه تحت امري. والراجل اخوه عنده سلسله مطاعم، قال له لا انا عايزه، ده وشه حلو. المطعم كان بيدخل في اليوم 5000، بقى يدخل في اليوم 10,000. قال له لا انا اللي عايزه. اخوهم الثالث، عندهم 3 اخوات عاملين كل واحد سلسله مطاعم، بقوا يتخانقوا عليه. لا انا اخده. قال لي النهارده جاي لي الاخ الثالث ابنه بيقول له ده بابا عايزك عشان خاطر تيجي معانا في المطعم في السلسله تمسك مدير، وهو ولا يعرف حاجه. قال لي انا بقالي 20 يوم شقه رجعت، عربيه تحت امري، قاعد باشا، فلوس الله اكبر. بقيت الشغل بقى يرف عليا، بقيت اجيب لناس شغل. اوعى بس حد يبعت لي في الكومنتات يقول لي اديني رقم ويجيب لنا شغل، عشان انا مش هدفي اعلمكم التوكل على الاسباب، هدفي اعلمكم التوكل على رب الاسباب. هو نفسه قال لي انا عايز ابعت لك فلوس، اول فلوس جات لي عشان انت اللي علمتني الدعاء. قلت له خليها لامك، هي اولى بيها. استنوا بقى، ما قلتلكش ربنا فجأة هو كان عامل محضر في الاسم قبل ما يمشي ان حاجته اتسرقت، والناس كلها اللي في الشارع شهدت ان الشقه فضيت بالليل. قال لي اتعمل محضر للعيال اخواتها، اخوات مراته، انهم سرقوا، وهو ولا اتحط في الاسم ولا حصل حاجه ولا عليه اي حاجه، وهم اتحطوا في الاسم واتحمل لهم كارنيه انهم حراميه وبتاع، وقالوا له والنبي ابوس ايدك اتنازل. ولقى مراته لوحدها بتكلمه اللي انت عايزه يا حبيبي، انا راجع البيت والعفش كله راجع والبيت موجود والعيال حلوين، ولو عايز تكلمهم فيديو كول تحت امرك. وحماه بيقول له احنا ملناش غيرك يا حبيبي. الشقه رجعت والعيال رجعوا والعفش رجع، وهو بقى عايش عيشه انضف. قلت له وبتاكل؟ قال لي انا باكل في المطعم، ما بيقولوليش خش اعمل اكل، انت خش على الشيف قول له اطلب اللي انت عايزه. بقيت باكل جمبري ولحمه واسماك عمري ما اكلتها في شقتنا. كل ده بفضل ايه؟ انه عرف يدعي ربنا ازاي. يا رب انا مش عايز كذا، يا رب انا اريد ما تريده لي. لو انت شايف ليا الخير في اني اتجوز جوزني، لو انت شايف الخير ليا في اني يجي لي شغلانه شغلني. ما تقولوش يا رب انا عايز وظيفه عشان اجيب فلوس، عشان احوش، عشان اشتري عربيه، وعشان اعمل بيها مشروع، عشان اعرف اجوز اخواتي واعالج امي عشان مريضه. قول له يا رب جوز اختي واشفي امي، هو بقى يجوزها يشفي لك التانيه. تعالى بقى شوف اللي بيحارب ربنا، زي اللي خد القرض كده. خد القرض، ايه اللي حصل له؟ بيقول لي بعد ما خدت القرض 10 شهور الواد عي جاله سرطان، كل فلوسي راحت على الواد. البيت كنت واخد القرض عشان اسقفه، السقف وقع وبقى ينزل بدل ميه بقى ينزل سيول. الشغل ما بقاش فيه شغل، رجلي عملت حادثه ما بقتش عارف انزل، الموتوسيكل اللي كنت شغال عليه ديفري وبيسد القرض اتكسر عمل حادثه، وجيت مش عارف ايه طلع مسروق وعايز كل حاجه بتخرب. بس اول ما تبت وقلت له يا رب سامحني من القرض، ربنا فتحها. السكه فوق مش تحت، الرزق فوق مش تحت. الاله اذنه هو الاهم مش اذن العباد. ما تقولش الورقه دي هتخلص عند الباشا فلان، العربيه دي مش هتتصلح الا عند فلان، الوظيفه دي مش هتخلص الا لو الاستاذ فلان عملها، الورقه دي عايزه الامضه بتاعت استاذه، ولو الاستاذه ما جاتش بكره الواد ده مش هيقدم في الكليه. انا لولا الدكان ما كنتش جوزت البنات، انا لحم كتافي من خير الراجل ده. انت بتشركه بالله، بتشرك بالله الدكان والمحل والباشا والاستاذ والفلوس. ربنا وحده الفعال، ولا يريد شيء من واحد مش لاقي ياكل خلاص بقى مرمي في الشارع، لواحد بيجيب وظايف لاصحابه بفضل. قال لي انا كل ده مش فارق معايا، فارق معايا ان علاقتي اتحسنت مع ربنا، وبقيت اعيط له وادعي له، اقعد ادعي واصلي قيام ليل بقى زي ما تقول، استغفر زي ما تقول، اصلي على النبي 1000 2000 3000 مره زي ما تقول. وهو ده المكسب اللي انا كسبته من رحله الدعوه دي، ان انت كلم الناس عن ربنا حتى لو كنت انت بعيد عن ربنا. انا لما في يوم بيفوتني صلاه قيام الليل، قال انا ما بقتش افوت قيام الليل. انا لما في يوم يفوتني قيام الليل اكلم كل الناس عن قيام الليل، قيام الليل قيام الليل قيام الليل، كأن انا يعني مقطعها، وانا ما بصليش، ما صليتش قيام الليل بقى لي اسبوع. ربك بقى وعد لما تكون بتجاهد عشان هدايه غيرك ربنا يهديك، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تاني في نفس اليوم الاقي نفسي نايم الساعه 3 اصحى 4 قبل الفجر بساعه قيام الليل. ايه اللي صحاني؟ ايه اللي قرصني؟ ما انا داخل الحمام قبل ما انام، ايه اللي خلاني عايز ادخل الحمام تاني؟
طب ايه اللي خلاني اصحى مش عارف انام تاني؟ طب ايه اللي خلاني عايز اتوضى كده واقوم اصلي؟ هو ربنا عايزك، ربنا بيحبك. كفايه عليكم كده، معرفش انا ليه متحمس قوي كده. خلي علاقتك قويه مع ربنا، اعرف ان ربنا اللي هيرزقك، وادعوا لي ربنا يرزقني بمصاريف في رحله الدعوه دي من حيث لا احتسب، عشان اقدر اكمل رحله الدعوه وادرس للطلبه اللي في مدرسه القران اللي انا فيها دلوقتي، وان شاء الله نبني معاهد تانية، وان شاء الله ربنا يقدرني واعمل صدقه جاريه وعلمي ينتفع بيه، ويكون في هنا ولد صالح يدعو لي باني علمته في يوم من الايام. وشكرا يا عبد الرحمن على انك قلت لي الكلام الجميل ده، وشكرا انك سمحت لي احكي قصتك. ودي رساله لكل واحد بعيد عن ربنا، سكه ربنا هي اللي هتفتح لك بقيه سكك الارض، سكه ربنا في السماء، وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يردك بخير فلا راد لفضله. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد، اللي عنده فلوس ما ينفعش، منك الجد يا رب العالمين. فكله في ايد ربنا. وخلوا بالكم وساعدوا الناس. بيقول لي كنت بستلف واطلع صدقه، بيقول لي ما كانش معايا فلوس واستلفت، جبت كيلو لحمه وكيلو رز وعملت 10 وجبات لحمه ورز انا وامي عشان ناكل الناس. بيستلف عشان يعمل وجبه، مش ياخد قرض عشان يجوز ابنه. الواد جوازته بتبوظ، تاخد قرض عشان تجيب موتوسيكل بيتقلب، تاخد قرض عشان تعمل مشروع فراخ الفراخ بتموت، تاخد قرض عشان تعمل عمليه لابنك العمليه بتفشل، تاخد قرض عشان تفتح مشروع المشروع يخسر. ما تحاربش ربنا، ما تقولوش الحياه مضايقاني طب هموت نفسي تخلد في النار، طب هاخد قرض الفلوس هتقل، لكن هلجأ لك ربنا هيفتح لك السكك. قال لي من واحد بقى لي سنتين بدور على وظيفه، لواحد بقى يجي لي وظايف وبقيت اجيب صحابي، لواحد بقوا يتخانقوا عليا الناس في الشغل ويعلوا لي في المرتب وابقى مدير بعدها باسبوع وانا لسه مش عارف حاجه. وظيفتي بغير بدل بس وباكل واشرب وعايش في شقه 200 متر ومراتي متبستفه وعيالي تحت امري وكلها كام يوم واجيب عيالي، وبقى حاجه كانه معاه دكتوراه وهو يا عيني معاه معهد وحاجه بسيطه وخبرته على قد ولا عارف اي حاجه. قال لي ربنا بقى يعلمني ويرزقني ويرضيني. يعملوا زي عبد الرحمن وانا هعمل زيه وهلجأ لله، هيمشي لي كل حاجه في حياتي ويرزقني الرضا والسعاده ويرزقني من فضله سبحانه وتعالى. واتكسف ان اطلب حاجه من غير الله، لان هو لوحده مالك الكون، وعيب نطلب حاجه من غيره. سامحني يا رب ان في يوم من الايام طلبت حاجه من غيرك. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عندنا كام حاله محتاجه، ان حد حابب يساعد هبقى اشاور له على كام حاله من الحالات المحتاجه، هبقى اقول لكم عليهم، بالذات الناس اللي عايزه تكمل تعليم، الارمله اللي محتاجه مصاريف لبيتها عشان عندها اولاد. يعني لو شايفاني في الفيديو ده ادعي ربنا وشوفي ربنا هيفتح لك الرزق ازاي من غير ما حد يفكر يساعدك، ربنا هيبعته لك والله. وادعوا لي ربنا يرزقنا انا كمان رزق صالح وخير وبركه وبيت بدل البيت اللي وان شاء الله ربنا كريم وقدير سبحانه وتعالى وهيرزقني. وادعوا لي ربنا يرزقني كمان رزق اوسع اقدر اكمل في رحله الدعوه واجيب تذكره الطياره واسافر من مدينه لمدينه ومن بلد لبلد لحد ما اكمل سنه في الدعوه وارجع لامي بالسلامه واكمل في رحله الكلام عن ربنا والدعوه الى الله. شكرا، هتوحشونا. واقول لكم على حاله محتاجه كده اخيرا قبل ما والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.